السلام عليكم يا جماعة. أخبار صفقات بتقلب الدنيا وكل الناس بتسأل إيه اللي حصل في صفقة أسامة فيصل. هل فعلا الأهلي خلاص خرج من السباق والبنك الأهلي قفل الباب تماما؟ النهاردة هحكي لكم القصة كاملة. أسامة فيصل اللاعب اللي لفت أنظار الكل بعد تألقه في الموسم الأخير مع البنك الأهلي. الأرقام بتتكلم، أهداف وأداء ثابت وشخصية كمان قوية في الملعب، وده خلاه يدخل رادار الأهلي وبيراميدز. ولكن بدأت التسريبات تقول إن الأهلي عايز اللاعب يعوض رحيل وسام أبو علي، وبيراميدز بيدور على مهاجم. وقتها الناس بدأت تقول مين يا ترى هيكسب الصفقة. لكن المفاجأة في تصريح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قال بالحرف اللاعب مش للبيع ومفيش عروض رسمية وصلت من أي نادي. كمان نأكد إنه أسامة مرتاح في الفريق ومركز في الموسم الجديد والنادي مش ناوي يفرط فيه. وكمان التقارير بتقول ان البنك الاهلي عايز مبلغ لا يقل عن 80 مليون جنيه، وبصراحة المبلغ ضخم جدا، وده اللي خلي الاهلي وبيراميدز يراجع حساباتهم كويس. في بعض المصادر قالت ان أسامة نفسه ميال للبنك الاهلي وعايز يثبت نفسه اكتر في الدوري، خصوصا انه هيشارك اساسي. وفي كلام ان المدير الفني البنك الاهلي وعده بدور قيادي الموسم الجاي. لا وكمان في ناس قالت ان الاهلي لو فشل في صفقات تانية ممكن يرجع بعرض كبير جدا قبل نهاية الميركاتو. هل ده هيحصل؟ الله اعلم. لكن المؤكد ان الصفقة مش سهلة والموضوع بقى فيه صراع كبير. دلوقتي قولولي رأيكم في الكومنتات، هل الاهلي لازم يحاول تاني؟ وهل شايفين انه أسامة فيصل يستحق انه يلعب بالاهلي ولا لا؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.